الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بنرحب بكم على قناة أبرار التعليمية مواد تجارية. إذا كنتوا أول مرة تشوفوني فمرحبا بكم. القناة عليها فيديوهات كتير أو خاصة بكل مواد التعليم والمواد التجارية، وإن شاء الله يبقى التطور إن شاء الله في الأجازة. يا رب يحوز على إعجابكم. دلوقتي هنقدم المراجعة النهائية رقم 2 في الجغرافيا ترم تاني. يبقى احنا نزلنا مراجعة وهنزل الرابط بتاعها اسفل الفيديو التاني عشان حضرتك تشوفوا. فيلا بينا نشوف الجزء التاني في المراجعة بيتكلم عن ايه. هنتكلم على سؤال النوع التاني من الأسئلة: بما تفسر أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر والعالم؟ طبعا بالنسبة لمصر، ربط موانئ البحر الأحمر بالمتوسط وتعمير المنطقة ودعم الاقتصاد. بالنسبة للعالم، سهولة الاتصال وربط بين الشرق والغرب. السؤال الثاني: يعتبر إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر أهم من الأسمدة الفوسفاتية، لأن تربة مصر فقيرة في عنصر الأزوت. رقم 3: تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر عدة مشاكل. أول حاجة استخدام القطن طويل التيلة بيبقى غالي الثمن. صناعة كثيفة العمالة، إن هي عايزة عمالة كتير قوي. تمام. السؤال من بعد كده: ايه انخفاض او اسباب انخفاض البترول في مصر من عام 56 الى 98؟ طبعا بسبب العدوان الثلاثي سنة 65 وسنة 67 بسبب احتلال اسرائيل على سيناء، وكمان في 73 حرب اكتوبر. السؤال اللي بعد كده تكلم عن او بما تفسر تركز صناعة السكر في الوجه القبلي. طبعا اول حاجة هتقولها وانت بتجاوب لقربها من المادة الخام الخاصة بالسكر، لانه يعتبر ذو تكلفة عالية وتبقى في مشاكل في نقله. رقم 7، سؤال رقم 7 تكلم عن او بما تفسر عدم دخول مصر الى عصر الكهرباء النووية، طبعا لتعقد التقنيات بتاعتها وارتفاع التكلفة. سؤال رقم 9: أصبح من الضروري البحث عن بدائل الطوب الأحمر، طبعا بسبب انقطاع الطمي بعد بناء السد العالي. لأن احنا لما نيجي نعمل الطوب الأحمر ده بنجرف البيئة وناخد الطين اللي في البيئة اللي في التربة ونبتدي نعملها طوب أحمر، فالتربة بتبوظ أو الأراضي الزراعية بتبوظ بسبب صناعة الأسمنت أو صناعة الطوب. وطبعا في بعض القوانين بتجرم تجريف التربة. السؤال من بعد كده رقم 16: صناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية لارتباطها بصحة الإنسان ومقدرة العمال على العمل. السؤال اللي بعد كده رقم 13: أهمية فوسفات وادي النيل لأنه يخصص لصناعة الأسمدة في مصر. يعتبر نقص رأس المال أهم عقبة تعترض قيام الصناعة، لأن مصر تعاني من حلقة الفقر المفرغة. السؤال اللي بعد كده: الأهمية الاقتصادية للبترول المصري. طبعا بيدخل لدخل هام لمصر من حيث إنتاج وتصديره ومن حيث تحصيل رسوم النقل عبر قناة السويس. السؤال اللي بعد كده رقم 16: يتصف السوق المصري بصغر رغم زيادة عدد السكان، طبعا بسبب انخفاض القدرة الشرائية نتيجة انخفاض الدخل. نيجي رقم 17: تركز صناعة شرب أو تركز صناعة زراعة الأرز بشمال الدلتا وسطها، طبعا لقربها من المادة الخام. وطبعا الرز بيبقى عايز تربة خصبة جدا وبقى عايز مية كتير، فكل الكلام ده متوفر في شمال الدلتا ووسطها. السؤال اللي بعد كده 18: تكلم عن زيادة أو بما تفسر زيادة استهلاك مصر من الأسمنت بسبب زيادة عدد السكان والدخل الفردي والقومي واستهلاك حديد التسليح. رقم بعد كده: اتجاه الإنتاج من أسوان إلى الوجه البحري بسبب قلة المعدن في المادة الخام بأسوان وارتفاع نسبة السيليكا والشوائب بخام أسوان بالنسبة للمعدن. تتوطن معامل تكرير البترول بالقرب من المادة الخام لتوفير تكلفة النقل وارتفاع نسبة الشوائب. هنتكلم دلوقتي عن عوامل نجاح صناعة تفصيل الملابس. طبعا عشان تنجح أي صناعة لازم يكون عندي مقومات زي المادة الخام، الأسواق سواء داخلية أو خارجية، والعمالة. تتوطن معاصر الزيت بالقرب من محالج القطن لقربها من المواد الخام زي زيت بذرة القطن.
السؤال اللي من بعد كده، تكلم عن نجاح صناعة الغزل والنسيج في مصر أو أهمية صناعة الغزل والنسيج. طبعا تساهم في الصادرات المصرية وبتستوعب عدد كبير من العمال وبتعتمد على القطن المصري. نيجي السؤال رقم 29، أصبح من الضروري البحث عن بدائل الطوب الأحمر. طبعا أنا جاوبته. والسؤال اللي بعد كده، اتجاه مصر إلى صناعة الأسمدة الكيماوية بسبب زراعة الأرض من مرتين في السنة. يعني كنت بزرع الأرض مرة واحدة، دلوقتي بزرعها مرتين في السنة، أدى إلى إجهادها وتقصر فترة الشرائي. كان لابد من استخدام الأسمدة الكيماوية. فترة الشرائي تقريبا معناها الفترة اللي بتبقى الحشائش موجودة فيها في الأرض. فلما أنا بزرع مرتين فالزرع بيبقى في الأرض فترة طويلة، فبيجهد التربة لأنه بيبقى عايز أسمدة وعايز رعاية وعايز حاجات من دي. طبعا استخدام الأسمدة بتستخدمها للمحافظة على خصوبة التربة، خاصة الأسمدة الأزوتية اللي هي التربة المصرية بتفتقر إلى الأسمدة الأزوتية. السؤال بعد كده، بما تفسر الأهمية الاقتصادية للنشاط التعديني، لأنه بيشكل 28% من الدخل القومي وبيوفر لنا المادة الخام وبيعمر أجزاء من الصحراء وبنعمل بواسطته طرق وسكك حديدية. ده كان الفيديو تاني من فيديوهات المراجعة عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليك. اشوفكم على خير في شرح فيديو جديد من فيديوهات قناة أبرار التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.